المدارس في أمريكا عجيبة جدا. لو انت طالب وملكش حد تقعد معاه في موسم الأجازات، فانت تقدر تقعد في المدرسة طول الأجازة بشرط وجود مشرف يكون مسؤول عنك. وحظ الأستاذ هنا أستاذ التاريخ في مدرسة بارتون، واللي بيكون حاد الطبع شوية إنه يبقى مشرف في أجازة الكريسماس على 5 تلامذة ما قدرتش أهاليهم تاخدهم لأسباب مختلفة. بيتقلص عددهم لواحد بائس بعد ما ال4 الباقيين بياخدوا إذن يروحوا مع ولي أمر واحد منهم لرحلة تزلج، وتكون النتيجة إننا بقى قدام 3 أشخاص بيقضوا الأجازة مع بعض: الطالب اللي معرفش يروح عشان أمه اللي بتتجوز، رئيسة المطبخ الأرملة اللي فقدت ابنها الوحيد في حرب فيتنام، والأستاذ الوحداني اللي ملوش عيلة والمشرف على الطالب الوحيد. من بعيد كده بنقول إن تيمة الفيلم اتكررت في أفلام كتير. الأشخاص اللي مش طايقين بعض أو اللي طباعهم مختلفة، فبتضطرهم الظروف إنهم يقعدوا في مكان واحد أو إنهم يسافروا مع بعض رحلة، ومن خلال الرحلة الدنيا بتتحسن ما بينهم. لكن الموضوع هنا مختلف، أو خلينا نقول إن الحبكة ما كانتش شبه الأفلام التانية، فلا يوجد تقريبا أي مشكلة في العلاقات ما بين التلاتة. لكن اللي اتغير هنا هي كمية الأسرار والمشاعر المدفونة عند كل واحد فيهم، اللي بنكتشفها بمرور الوقت، وتكون هي المحرك الأساسي لقصتنا النهاردة. عشان كده إيقاع الفيلم نفسه هادي جدا، ما فيهوش أي لحظة انفجار واحدة تذكر بين الشخصيات، اللهم إلا مشهد واحد أو 2 للممثلة ديفين جوي راندولف، المرشحة الأولى لجائزة أحسن ممثلة مساعدة في موسم الجوائز، الأم المكلومة اللي بتحاول تتماسك قصاد الناس، وهي تقريبا الوحيدة اللي عارفين قصتها كويس. وده عكس الطالب المتمرد دومينيك سيسا، وهو كان رائع بالمناسبة وترشيح منتظر للممثل المساعد. وده عكس الأستاذ واحد من أهم أدوار المخضرم بول جياماتي في تاريخه، وبالتالي ترشيح الممثل الرئيسي في انتظاره. أما بالنسبة للمخرج ألكسندر بين، ففيلم ذا هولدوفرز وهو من أفضل أفلام السنة بينضم لسلسلة أعماله الخفيفة اللي بتحمل العديد من المعاني الإنسانية الرائعة. لكن اللي كان مهم بالنسبة لي شخصيا إنه فيلم أمريكاني بسيط جدا يخلو تماما من أي أجندة، على الرغم من أول مشاهد الأستاذ اللي بتثير غضبنا بالتأكيد. آسف على الإطالة.